الشاب بزهق. يوه، انا خلاص قرفت منك بقى، خلاص زهقت منك. ايه القرف اللي انا شايفه قدامي ده؟ قمر بحسن. قرفت مني بعد ده كله؟ بتقولي قرفت مني ليه؟ بدل ما تقف جنبي في الحالة اللي انا فيها. والله حالتك اصلا ما تلزمنيش. انا اتجوزتك عشان كنتي حلوة ومفيش في جمالك، بس خلاص بعد اللي حصل لك ده انا خلاص مش عاوزك. قمر بدموع. يعني انت ما كنتش بتحبني ومتجوزني بس علشان شكلي؟ اه يا قمر، لكن بصراحة بعد ما اتشوهتي في الحادثة خلاص ما بقتش عاوزك، واحب ابلغك ان انا خلاص هتجوز. تتجوز؟ تتجوز عليا؟ لا يا حبيبتي، انا هطلقك. انتي طالق. محدش هيقبل ابدا ان هو يعيش مع بنت مشوهة زيك. سابها وخرج وهي دموعها نزلت مصدومة، قعدت على طرف السرير، كانت بتبص ساعتها للمراية وبتحسس على وشها. معقولة؟ كان كله كذب. ده انا سبت الجامعة علشانك، سبت كل حاجة انا بحبها، تقوم تعمل فيا كده بعد اللي حصل لي؟ كسرت المراية وقعدت تعيط. بالليل مامتها بدموع. معلش يا بنتي، ده نصيب، وانا راضية يا ماما، الحمد لله. وقررت خلاص ان انا هرجع الجامعة بتاعتي وهرجع لحياتي طبيعية. مامتها بتوتر. بس الناس كده هيضايقوكي. لا يا ماما، هم اصحابي وباذن الله يعني ما حدش هيتريق عليا، ده ابتلاء من ربنا وانا اصلا راضيه بيه. ربنا معاك يا بنتي. اما بقى عند معتز، خلاص طلقتها. طلقتها خلاص يا سهام. سهام فرحه بجد، احسن حاجه. دي كانت رخمه قوي وشايفه نفسها على الاخر، وهو ربنا عاقبها وبقى شكلها غريب، شوه لها وشها يعني. معتز بكل برود، فكك منها بقى وحددي لي كده ميعاد مع باباكي عشان نتجوز. صاحب مكر. عيوني يا حبيبي، حاضر. بعد مرور تقريبا 6 شهور كانت بتعيط وعمالة بتلمس في وشها. ايه ده؟ حتى دول؟ ده انا طلعت غلطانة. ده سموني في الكلية كلها قمر المشوهة. يا رب ارحمني يا رب. بتدخل مامتها فرحة. قمر الحقي يا قمر، في عريس يا حبيبتي جايلك، ابن ناس قوي ودكتور. مش هتصدقي، الدكتور بتاعك في الجامعة. قمر بصدمة. دكتور؟ دكتور مين يا ماما؟ آدم جاي يتقدم لك النهاردة. ماما لو سمحتي، أنا أصلا مش عايزة أتجوز. قمر عشان خاطري بلاش تفضلي كده، لو بتحبيني قبليه، احنا ما صدقنا. قمر بصت لها بكسرة. للدرجات دي نعالة؟ مامتها بحنان قربت منها وطبطبت عليها. حقك عليا يا بنتي، بس انتي من حقك تتجوزي وتعيشي حياتك عشان خاطري، بس اقعدي معاه. حاضر يا ماما، هقعد معاه بالليل. قعد آدم وكان حاطط رجل على رجل وكان بيكلمها بكل برود. آدم ببرود. على فكرة، أنا مش عارف بالظبط أنا هجوزك إزاي بالقرف اللي في جسمك ده. قمر بدموع. بس أنا ماليش ذنب، وكمان يعني مش عاوز تجوزني بلاش. أنا عملت كل ده عشان خاطر ماما، وقعدت معاك النهاردة عشان خاطر ماما وبس. آدم ساعتها قطعها بكل سخرية. انتي لاقية أصلا حد يتجوزك؟ جوزك الأولاني رماكي، فما صدقتي بقى. قلتي اهو دكتور، والدكتور بتاعي في الجامعة ومعاه فلوس ومش هخسر أي حاجة. حرام عليك، كفاية ظلم بقى. أنا مش عايزة أتجوزك، اطلع برا. إيه ده؟ أنت بتطرديني؟ ده مفيش أي حد يتجرأ يعمل معايا كده. وعشان تعرفي أنا مش باخد رأيك، أنا كده كده هتجوزك وأنا مش موافقة. هنشوف، وهتشوفي معايا أيام ما يعلم بيها إلا ربنا. على فكرة هتعرفي بعدين أنا اتجوزتك ليه. قام وخرج. قمر بحزن. هو ايه ده؟ هو في ناس كده؟ انا ذنبي ايه؟ الناس كلها بتاخد بالظهر. ازاي اصلا بيقدروا يطلعوا الكلام ده من جواهم؟ انا مش فاهمه، دول اكيد مش بني ادمين. بعد شويه ادم كان قاعد مع باباه. ادم بهدوء. بابا لو سمحت، انا دكتور في الجامعه وليا اسمي. انا عاوز اعرف دلوقتي انت ليه عايز تجوزني بنت مشوهه ومحروقه كمان؟ انا اسف جدا بس انا مش موافق. ابوه بكل هدوء. انت عارف كويس قوي ان قمر بنت كويسة وبنت ناس، وبعدين انا ابوك وليا الحق فيك برضو، لازم تسمع كلامي يا ابني قبل ما اموت. ادم بخطة مسك ايديه وبسها. بابا حقك عليا، بس اشمعنى هي دي ليه يعني؟ قمر يتيمة ملهاش غيرنا، واللي حصل ده كان من غصب عنها. انا عارف ان انت هتقول ان هي كانت متجوزة وان انت كمان لسه ما دخلتش دنيا. ايوه يا بابا، انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه اتجوز واحده مطلقه ومشوهه بالشكل ده؟ صدقني قمر دي بنت كويسه قوي وهتحبها. قرب منها بس، وعليك يا ادم، حرام عليك.
ما تقساش على البنت، مامتها عينيها ورمت من كتر العياط على بنتها، مش عايز ترد لها ولا حاجة خالص من اللي هي عملته معاك. انت ناسي ان هي اصلا اللي ربتك. ادم بحزن: حاضر يا بابا حاضر. اما بقى عند قمر كانت قاعدة بتفكر في الحادثة. فلاش باك: كانت واقفة بتعمل بطاطس ومعتز كان لسه ما جاش من الشغل. ما خدتش بالها من الفوطة اللي كانت جنب النار، ولعت، راحت عشان خاطر تطفيها، شالت الزيت وجريت بيه على الحوض ولسه هتحطه وقع عليها وحرقها. صحيت لقت نفسها في المستشفى. الدكتور: الحمد لله ان هي جت على قد كده. قمر ما كانتش عارفة اصلا تتكلم. معتز كان واقف: انا اسف بس اللي حصل يعني ان الزيت بوظ وشها تقريبا اليمين والدراع اليمين كمان. معتز بكل هدوء: وده يعني علاجه قد ايه يا دكتور، ولا هتتعالج ولا لا؟ بصراحة علاجه هيطول وغالي كمان. خلاص خلاص مش مهم. الدكتور استغرب جدا ومشي وسابه. معتز في نفسه: يعني مشوهة؟ خلاص يلا بالسلامة، هروح للي أحلى منها. بس خسارة حلاوتك يا قمر، كنت جميلة. قمر كانت سامعة كل كلام الدكتور، دموعها نازلة بكل حزن، ومعتز ما فكرش إن هو يطيب خاطرها. باك نرجع تاني لأرض الواقع. فاقت من ذكرياتها ومسحت دموعها بكل حزن. تاني يوم راحت الجامعة بتاعتها بكل هدوء. عدت على بنتين كانوا قاعدين وسمعتهم هما بيتكلموا. سارة بسخرية: عارفة يا بنت يا هناء، البت قمر دي المشوهة بيقولوا ان هي بعد ما هتتطلق هتتجوز واحد تاني، وايه فخامة وقيمة، وكمان مشوهة ومطلقة. ده ايه الحظ ده يا بنت؟ هناء بسخرية: ومين اصلا اللي رضي بيها؟ دي واحدة استغفر الله العظيم، مش شايفة شكلها عامل ازاي؟ سبحان الله يا ربي. مش عارفة بس اكيد واحد والسلام. وبعدين احنا منا ما يولعوا من الاتنين اكتر ما هي مولعة. عندك حق. يلا. قمر كانت سامعة كل الكلام ده وقالت في نفسها: وهزعل ليه؟ ما هي دي الحقيقة، أنا فعلا وشي مشوه ونص دراعي كمان، بس أنا ذنبي إيه؟ ده قدر وأنا راضية. دخلت الجامعة، كانت عارفة إن الدكتور آدم إن هو أصلا مش موافق بالجوازة بتاعتها، وعشان كده قعدت بعيد جدا. بس لولا مامتها وباباه كان الموضوع اتقفل، لكن هما الاتنين لازم يتجوزوا عشان خاطرهم. خلص المحاضرة وهي خارجة نادى عليها آدم بقرف: اسمعي بقى يا اسمك ايه انتي؟ قمر ابتسمت: قمر، اسمي قمر يا دكتور. في حاجة ولا ايه؟ بقولك ايه، ما تستفزنيش يا بنت انتي. العفو، بس انا بقول اسمي عادي يعني، انت مش عارف اسمي وانا بقوله. على العموم مش مهم، اسمعي الكلام اللي انا هقوله. اتفضل يا فندم. انا مش عاوز اي حد في المكان ده يعرف ان انا هتجوزك، ولا حتى تقربي مني جوه الجامعة. هتسمعي الكلام كان به، مش هتسمعي انت حرة. ولو سمعت ان انت حكيتي لأي حد مش هتعرفي اللي هيحصل لك. وليه كل ده؟ آدم بصلها من فوق لتحت: مش شايفة نفسك ولا ايه؟ فهمت تمام. في اي طلبات تانية؟ آدم سابها ومشي بكل تجاهل. قمر بغضب: اظن ان انا بكلم حضرتك، المفروض ان انت تحترمني. آدم وقف بصدمة: قصدك ايه؟ قصدي زي ما وقفت واحترمتك لازم كمان تقف وتحترمني. انا لازم اكمل كلامي الاول. بقولك انا دوري ان انا اتكلم. انا كنت عاوزة اقولك حاول ان انت تتعايش مع الوضع الجديد، طالما ان هو خلاص ان انا وانت للأسف هنتجوز. على فكرة انا اصلا مش مضطر ان انا اتجوزك، وانتي عارفة انا هتجوزك ليه، وانا انسانة برضو ومن حقي تتعامل معايا باحترام. لو مش هتعرف تعمل كده ممكن نشوف الموضوع من جهة تانية، واروح واتكلم مع باباك وساعتها بقى انت حر. آدم ساعتها خاف على باباه: خلاص خلاص، يا ريت محدش يعرف بالعلاقة بتاعتنا وخلاص. سابها ومشي. وبعد شوية دخلت المحاضرة التانية اللي هو برضو آدم كان عليها. دخلت وقعدت في البيتش اللي ما كانش حد راضي اصلا من اصحابها ان هو يقعد جنبها. الكل اتخلى عنها وكان بيقرف منها. اتجمعت الدموع في عينيها وكان هين عليها تقوم وتصرخ في كل الناس. بتبص لقيت آدم بيبتسم ابتسامة كلها سخرية. حست بنغزة في قلبها، كان نفسها حد يقف جنبها وما يقرفش منها بالشكل ده، بس للأسف مش كل حاجة بتفكر فيها بتحصل. استأذنت منه وخرجت. لو قعدت أكتر من كده هتتخنق، وهي مش حابة أبدا تبين ضعفها قدام أي حد. اتمشت كتير لحد ما وصلت للبحر وبدأت تتنفس وتعيط وبصوت عالي.
كل شوية تبص على دراعها وإيديها، وكمان الجروح اللي كانت مالية وشها. في جرح فيها كان بياكلها، فضلت تهرش فيه لحد ما جاب دم. بعد شوية رجعت البيت، لقيت آدم وباباه وهم قاعدين مستنيينها. أمها بخوف: كنت فين يا قمر؟ قلقتيني عليكي يا بنتي. وبعدين ايه اللي حصل في دراعك؟ ايه الدم ده؟ قمر بكل هدوء: مفيش يا ماما، انا رحت اتمشى شويه، ما تقلقيش عليا، انا كويسه. حماها بقلق: قلقتيني عليكي يا بنتي، طمنيني، انتي حلوه يعني؟ فيكي ايه؟ ابدا يا عمو، انا كويسه قوي. خلاص يا بنتي، كنت كلمينا وطمنينا عليكي. حاضر. بصت لمامتها: ماما لو سمحتي، انا كنت عاوزه اتكلم معاكي شويه. حاضر، تعالي يا حبيبتي. آدم كان قاعد، ما كانش هين عليه حتى ان هو يسألها ايه اللي عمل فيها كده ويطمن عليها، بس قالت لنفسها مش مهم. سحبت مامتها من وسطيهم ودخلت الأوضة بتاعتها. أمها بدوء: ها خير يا حبيبتي، فيكي ايه يا قمر؟ عايزة تتكلمي في ايه؟ اتكلمي بسرعة، الناس قاعدة بره يا حبيبتي ومستنيانا. ماما انا مش عايزة اتجوز. انا بصراحة كده مش عاوزة اتجوز لآدم ولا غيره، لو سمحتي خلاص مش عاوزة حد. ليه يا بنتي كده؟ ايه اللي حصل بس؟ ما حصلش حاجة يا ماما، بس انا خلاص مش عاوزة اتجوز. انت شايفة جسمي؟ مين اللي هيقبلني كده؟ ده انت ست البنات وكل الجمال. هو انت دايما تبصي بس على الحتة دي؟ شوفي بقى جسمك عامل ازاي. وبعدين ده ابتلاء من ربنا، وربنا بيختبر صبرك، ولازم تنجحي في الاختبار ده يا بنتي. ونعم بالله يا ماما، بس انت شايفاني عامله ازاي؟ ايدي ودراعي ووشي. ما تفكريش بالطريقه دي. وبعدين آدم شاب محترم جدا وليه الهبه بتاعته، وكمان ابوه بيحبك قوي وده مهم. وانا متاكده ان انت لما تتجوزيه هيحبك قوي. قمر في سرها يحبني؟ ده انت ما تعرفيش اللي فيها والكلام اللي بيقوله من دلوقتي. مامتها باستغراب: قمر يا بنتي، سرحانه في ايه؟ انا بكلمك. ها معاكي يا ماما. خلاص، اللي تشوفيه صح اعمليه. باست دماغها وخرجت. قمر كانت بتتكلم نفسها بكل حزن: انا عارفه ان ماما عاوزه تطمن عليا، وانا عارفه ان هي ما صدقت ان اي حد يرضى بيا، بس للاسف يا ماما ادم مجبور. انت عارفه كده كويس ان هو اصلا مش موافق على الجوازه دي، بس لازم اعملها اللي هي عاوزاه عشان افرحها. انا عارفه ان هي بتفكر في ايه، بتفكر ان هي قبل ما تموت تطمن، بس للاسف انا هعذب نفسي اكتر يا ماما باللي انا هعمله ده. بس محدش عارف الخير فين. يوم كاتب الكتاب، المأذون كان بيكتب الكتاب ومحدش كان موجود غير مامتها وآدم وأبوه. هي كانت قاعدة ولابسة طقم عادي، مجبورة على الجوازة دي ومش عاوزة أبدا تتمها، وحاسة إن هي عملت عملة كبيرة قوي أول ما اتجوزت آدم وسمعت كلمة بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. آدم وقف جنبها: قمر في سرها أول مرة يقول اسمي. كانت مستغربة جدا إن هو أصلا بينادي عليها. آدم باستغراب: قمر انتي سامعاني؟ طبعا سامعاك، أنا معاك. طب يلا عشان نروح. بعد شوية دخلت الشقة، وأول ما دخلت هو مشي وسابها، وما كانتش حاسة إن هي عروسة ولا أي حاجة. دخلت الأوضة بكل هدوء. آدم بغضب: انتي هتنامي على السرير وأنا هنام على الكنبة. حاضر ماشي. لو سمحتي ما تقربيش مني، حتى لو لقيتيني يا ستي بموت ما تلمسنيش للدرجة دي، واكتر من كده كمان. راحت على السرير وطلعت من الشنطة بتاعتها النوت بوك وبدأت تكتب فيها وهي عمالة بتعيط. تاني يوم صحت قبل آدم، لبست الدرس بتاعها وكمان لبست جوانتي ونزلت عشان خاطر تعمل الفطار، وقالت تعرض عليه ان هما الاتنين يكونوا اصحاب. طلعت لقيته نايم. قمر بابتسامة: آدم اصحى. الفطار جاهز. قام من على الكنبة واتعدل. آدم باستغراب: ايه ده؟ فطار ليك؟ هو انا اصلا طلبت حاجة منك؟ لا ما طلبتش، بس حبيت اعمل فطار. انا كنت لابسة على فكرة جوانتي، ما تخافش، وكنت عاوزة اقولك ممكن نبقى اصحاب يعني. مدت له ايديها. آدم بقرف: ابقى صاحبك؟ لا ده انت بتحلمي بقى. صراحة كده انا اصلا بقرف ابص في وشك. ازاي هنكون اصدقاء وصحاب ونحكي لبعض؟ اكيد هنبص لبعض كتير كده، فكفاية اننا كل يوم هشوفك مرة ولا اتنين وبعد كده تختفي خالص من وشي.
طيب ممكن اسألك بس سؤال؟ ادم هز براسه بعدم اهتمام. هو انا ذنبي ايه في كل اللي حصل ده؟ ذنبك ان انا انجبرت عليكي اصلا وانا مش طايقك. واللي حصلك ده عشان اكيد قلبك اسود وبتكره الخير للكل، وده عقاب ربنا. كمان جوزك الاولاني رماكي. قمر بدموع وحزن. قلبي اسود. اولا ربنا يعلم اللي في قلبي ويعلم نيتي. انت مين انت عشان خاطر تحكم عليا؟ مع انك دكتور، يعني دكتور جامعة كبير، بس تفكيرك متخلف ورجعي. خلاصي مش عاوزة اسمع صوتك. غوري من وشي. سابته ودخلت الحمام. قعدت في الارض تعيط. يا رب انا راضية بقضائك وبحكم كل اللي حصل لي، بس خلاص صبري نفس. فتحت الدش عليها وفضلت تحت المية تقريبا يجي ساعتين. سمعت الباب بيخبط، ما قدرتش ترد ووقعت في الارض. الباب انكسر وادم دخل وشالها وحطها على السرير ونادى لمامتها وباباه. قعدت تقريبا يجوا يومين مش حاسه باي حاجه حواليها، حاسه ان هي تعبانه جدا لانها تعرضت لدور برد جامد. لسه بتفتح عيونها ووقف قدامها ادم بسخريه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ما موتيش ليه؟ ها؟ للدرجه دي بتكرهني؟ مش بكرهك ولا حتى بحبك، بس مش طايق وجودك في حياتي. تمام قوي. انا عندي فكره عشان ما تشوفنيش ولا حتى تتعامل معايا. ايه هي بقى الفكره دي؟ يا ترى بقى تلبسي طاقية اللخفه عشان ما اشوفكيش؟ لا، هلبس النقاب طول ما انا في البيت وحتى في الجامعه. هريحك مني خالص. حلوه قوي الفكره دي، والله حلوه، بس في المقابل انا عندي طلب، يا ريت تنفذولي. نعم. هو انت هتشرطي ولا ايه؟ انت هتشرطي عليا يا بنت انتي؟ ده مش شرط يا دكتور ادم، ده رجاء. لو سمحت مش كل شويه تفكرني بالوجع اللي فيا، انا اصلا كده مش ناسياه. كفايه بقى، كفايه لحد كده اهانه. تمام قوي. خرج وهي قعدت على السرير. قمر نفسها. انا مش عارفه خدت القرار الصح ولا لا، بس ما كانش قدامي غير الحل ده. انا تعبت، وهو بني ادم ما عندوش قلب. معقوله ما صعبتش عليه؟ ما يعرفش ان الكلمه ممكن تقتل؟ انا مش هسامحك ابدا يا ادم، مش هسامحك. بعد شويه نزلت عشان خاطر تشتري النقاب وكل اللي يخصه. استنت لما ادم يمشي عشان خاطر تلبسه وتروح الجامعه، وفعلا عملت كده. ما كانش باين منها غير عينيها وبس. طلعت من غير ما اي حد يشوفها علشان تخلص من الاسئله السخيفه. في الجامعه كان باقي على المحاضره تقريبا ربع ساعه. نظراتهم ليها حست ان هم عرفوها خلاص. اتمنت لو لا، يا رب ما يعرفوني. لقيت واحده منهم جايه وبتقول لها: هو انت هنا بنت جديده؟ انا اول مره اشوفك. انا جديده. طيب نورتي يا عسل. دخلت المحاضره وعلى ما اظن ان مفيش اي حد من المحاضره عرفني، وكمان ادم ما عرفنيش. عدى اليوم على خير. اخر اليوم رجعت، واول ما ماما شافتني اتخضت جدا. مالك؟ في يا قمر؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ مفيش يا ماما. ايه؟ قررت ان انا البس نقاب لحد ما اخف وان شاء الله اتعالج. يا بنتي اللي بتقوليه ده يعني مش مبرر ابدا. وبعدين رأي ادم ايه؟ ان انت تلبسي النقاب؟ ما كانش موافق في الاول، بس انا اصرت عليه. انت متأكدة من اللي انت بتعمليه ده؟ ايوه يا ماما، عادي، لابسه نقاب زي ناس كتير جدا، وبعدين انا بحبه، مش عاوزه اصلا حد يشوفني. بعد اذنك يا ماما، هروح ارتاح. ماشي يا بنتي، بس انا كنت عاوزه اقولك على حاجه. في ايه يا ماما؟ اتفضلي. انا هروح عند اخوالك، بقالي كتير قوي ما شفتهمش وهم وحشيني بصراحه. هتتاخري؟ هقعد تقريبا يومين بس. ماشي. هتمشي النهارده؟ ايوه همشي النهارده بالليل. انا همشي وانا مطمنه ان انا هسيبك مع ادم. صدقيني ادم بيحبك وهيحافظ عليكي، خلي بالك منه، بس هو السند يا بنتي بعد ربنا طبعا. ابتسمت ساعتها ابتسامه كلها سخريه وردت عليها: حاضر يا ماما، عن اذنك. طلعت فوق لقيت ادم قاعد مع اخته حنان. قمر بهدوء: ازيك يا حنان؟ انتي ازاي توافقي تتجوزي اخويا يا حته مطلقه انتي؟ وبعدين مش شايفه شكلك عامل ازاي؟ ازاي تخلي اخويا انا يتجوزك؟ ادم ساعتها: حنان ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عيب. لا مش عيب، انا عاوز اعرف هي عملت لك ايه عشان خاطر ان انت توافق بيها؟ قمر بكل هدوء: ما عملتش حاجه. ايه يا حنان؟ في ايه؟
حنان قطعتها وشدت النقاب. وريني بقى وشك كده، انتي قليلة الذوق، ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ اخرسي. ادم بزعيق: حنان كفايه كده، على فكره انت بتتكلمي مع مراتي وما اسمحش لاي حد ان هو يعمل فيها كده، فاهمه ولا مش فاهمه؟ اللي بيهنها كانه بيهني انا. ايه ده؟ والله حنيت. ايه يا ادم، نسيت اللي هي عملته فيك زمان ولا ايه؟ اسكتي اسكتي خالص. قمر دخلت الاوضه بتاعتها ولسه هتدخل وتقفل الباب، مسكتها من دراعها جامد جدا بكل غل. استني هنا، رايحه فين؟ ايدي. قمر كانت تعبانه جدا لان مسكتها من الدراع اللي كان موجوع. حنان بغضب: ايه يا سنيوره، بقولك ايه، انتي تطلعي بقى من اخويا وتسيبيه في حاله. اخوكي عندك، ممكن تروحي وتقولي له انا مش هرد عليكي احتراما ليه بس، مش اكتر من كده. حنان بغل ضربتها بالكف على وشها. ادم بغضب شد حنان ورد لها القلم. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ بتضربني يا ادم عشان خاطر دي؟ بتضرب اختك عشان خاطر دي؟ ايدك لو اتمدت عليها تاني انا هقطعها لك. انت جايه بيتها وبتهدديها وبتمدي ايدك عليها كمان ومش عامله لي اي احترام. انت ايه يا شيخه؟ حنان كانت واقفه مصدومه. ادم بكل برود حوط على قمر. عاوزه اقولك، لو انت ما قمتيش دلوقتي واعتذرتي ليها يبقى لا اختي ولا اعرفك، يبقى تاخدي بعض كده وما تعتليش هنا تاني. حنان بسهوله: ايه ده؟ انت كمان بتطردني؟ تمام يا ادم، تمام يا اخويا. خرجت وقمر بصت له بكل حزن ودخلت الاوضه بتاعتها من غير ولا كلمه. في مكان تاني معتز كان قاعد. انا عاوز ارجع لها تاني. انا فهمت وعرفت ان البنت دي هتورث قريب قوي من قرايب ليها كانوا مسافرين. انا عاوز ارجع لها، هيكون معاها فلوس كتير، صهب نقر. وهي بقى يا ترى هتوافق بيك؟ انا سمعت ان هي اتجوزت. يبقى نطلقها، المهم ارجع لها تاني. صعب شر، والفلوس هتكون ليا انا وانت يا حبيبي، ونرميها بعد كده. طبعا يا روحي، موافق يا سوسو. وبكده تكون انتهت الحلقه بتاعتنا. يا رب يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم تكتبوا لي كومنت انتوا بتتابعوني من انه بلد، وايه توقعاتكم في الحلقات اللي جايه. سلام. سهام بكل برود: بعد ما تاخد الفلوس انا عاوزه النص وانت النص، يا اما هفضحك. معتز بتوتر: لا يا حبيبتي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اهون عليكم برضو، بعدين فلوسي هي فلوسك، احنا الاتنين واحد. سهام رفعت حواجبها وقالت له: يا خوفي تعمل فيا زي ما عملت مع طليقتك وترميني، ولما تعرف ان انا ورثت ترجعني تاني وتسرق فلوسي برضو. معتز لنفسه: هاخد بس اللي مع قمر بس، واوعدك ان انا هرميكي انت وهي في الشارع وهسافر خالص بره البلد. بص لسهام وسكت. اما بقى عند قمر كانت قاعدة ساكتة وبتبص لوشها في المراية بابتسامة حزينة. على قد ما وشي مش متأثر قوي بس اسمي برضو مشوهة. مسكت المكياج وحاولت ان هي تداري الحروق اللي في وشها وحطت ميك اب ودارت تقريبا كل التشوهات. بصت لنفسها بابتسامة: كده انا قمر بتاع زمان. انا هسيبها على ربنا، اكيد ربنا ليه حكمة، وهعالج نفسي وبإذن الله هرجع زي الأول وأحسن. وقفت بتبص على نفسها بحزن. راحت الأوضة التانية واتنهدت بكل تعب. عدى يومين وآدم وقمر ما بيشوفوش بعض تقريبا غير في المحاضرات وبس. رجعت قمر في يوم ما لقيتش آدم. قمر بكل هدوء: هو اتأخر كده ليه؟ طب خلاص انا هروح البس اي حاجه خفيفه عشان خاطر الجروح، وبعدين الجو حر. دخلت فعلا لبست بيجامه خفيفه وخرجت. بعد دقايق جه آدم وبص لها بكل ذهول. قمر بارتباك: انا اسفه جدا، اسفه، انا كنت. آدم قطعها بكل هدوء: عادي ولا يهمك، مالك يا قمر؟ قمر في نفسها غريبه قوي، اول مره ما يقربش مني اول ما يشوفني. هو النهارده ماله؟ مسكت النقاب ولبست الجواندي كمان ونامت وهي بتعيط على الوضع اللي اتحطت فيه. صحيت ما لقيتوش في الاوضه. اتنهدت بحزن ودخلت الحمام، خدت الشاور بتاعها ولبست وراحت الجامعه. كانت قاعده على جنب من بعيد. شويه بنات كانوا مراقبينها وحاسين ان هم عارفينها. بنت منهم: انتي يا حلوه، انتي معانا هنا؟ قمر بكل هدوء: ايوه، في حاجه؟ بقولك ايه، ما ترفعي البتاع اللي على وشك ده، عاوزين نشوف وشك، يعني غريبة طول الوقت كده لابساه. وبعدين شكلك مش غريب علينا. لا طبعا، قلع ايه؟ وبعدين في رجالة وانا ما بقلعش النقاب قدام اي حد. بنت تانية قالت لها: ارفعي احسن لك، احنا عارفينك، مش انتي قمر؟ قمر بدموع: ايوه انا، عاوزة مني ايه؟
يعني انت متخيلة ان انت لابسة النقاب ده ومحدش هيعرفك؟ البنت شدت النقاب بشدة لدرجة ان قمر اتعورت، زقتهم وجريت. ادم شافها وهي عمالة بتجري، اتخض جدا، فضل ينادي عليها لكن هي مردتش. بعد شوية روحت البيت. ادم دخل المحاضرة، لقى مجموعة من البنات عمالة بتضحك. بس اسكتوا! الكل سكت. ادم بغضب، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ الطلبة كلهم ما كانوش بيردوا. خبط بايديه جامد جدا على المكتب، بقول ايه اللي بيحصل هنا؟ وفي واحدة كانت طالعة تجري. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ يا دكتور، دي قمر زميلتنا اللي معانا هنا في القسم، كان في شوية بنات كده بيزهقوها. ادم بغضب، حصل ايه يعني؟ بيزهقوها ليه؟ كانت في شوية بنات اتلموا عليها وبهدلوها بصراحة، وقلعوا النقاب والجواندي وكانوا بيضربوها. ايه؟ يطلعوا حالا يا اما قسما عظما الدفعة دي كلها تتحاسب. الطلبة ما كانتش بترد. تمام، حلو قوي. الطالب اللي اتكلم، يا دكتور يا دكتور انا عارفهم وهقولك دلوقتي هم مين. وفعلا طلع 4 5 بنات كده وقال لهم هم دول يا دكتور اللي كانوا قاعدين وعمالين يتريقوا عليها. اطلعوا كلكم كده بره واستنوني في مكتب العميد. محاضرة النهاردة اتلغت. البنت بكل غضب والكبرياء، انا ما عملتش اي حاجة ومش هروح مكتب العميد ولا حاجة لاني فعلا مش غلطانة. هي اللي وشها يعني، واحنا مين يا دكتور؟ هي اللي عاملة في نفسها كده. ادم بغضب، صدقيني احيانا الواحد بيبقى متشوه من بره لكن قلبه ابيض من جوه. وقمر بنت محترمة جدا. قمر كانت بنت جميلة، مفيش في جمالها، وهترجع تاني زي الاول واحسن. سارة بغضب، هو حضرتك محموق عليها قوي كده يا دكتور؟ تكون ماشي معاها. وفضلت تضحك. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اخرسي، دي مراتي، مراتي يا قلة الادب. انت بالذات دخولك في الجامعة هنا ممنوع نهائي، لا هنا ولا في اي جامعة بره. نادى للامن اللي جه وخدهم. اتحولوا فعلا لمكتب العميد، وكل واحدة فيهم خدت اسبوعين رفض مع عدم دخولهم الكلية لأي سبب طارئ. ده غير اعتذار البليغ لقمر قدام الدفعة كلها. سارة اترفضت نهائي. أما بقى عند آدم ركب العربية وجري بسرعة، كان قلبه مقبوض وخايف. ووصل البيت وطلع وفتح الباب، لقى النور مطفي. شغل النور ولقاها قاعدة على جنب السرير بتكتم الشهقات بتاعتها وجسمها اللي عمالة بتقطع فيه. قرب منها بكل خوف. آدم بحزن، قمر قمر تعالي يا حبيبتي. لا، ابعد عني، مش عاوزة أي حد يلمسني. مسك ايديها، اتنفضت وقامت وقفت. لا لا، بقولك ايه، انا مش عاوز اعرف اي حد، سيبوني في حالي، ابوس ايديكوا بقى سيبوني في حالي. قعدت تاني وضمت نفسها وبدأت تكتم العياط. بصي يا ادم، بص انا محروقه ازاي، بصي شكلي بقى عامل ازاي. استنى اوريك رجلي كمان، شوف الحروق اللي فيها، شوف الناس كلها بقت تقرف مني. بس انا والله بقى ما اخترتش ان اكون كده، انا كنت حلوه من جوه ومن بره. دلوقتي انا حلوه من جوه، انتوا اللي بتشوفوني زي ما عينيكوا عايزه تشوف. انا بغطي جسمي وبلبس النضاره ولبست النقاب وكل ده وبتعاير برضو. بهدلوني، عاوزين مني ايه؟ والله غصب عني. انا من يوم وليله لقيت نفسي كده، حياتي انقلبت وبقيت منبوذه من الكل والكل بيقرف مني ومفيش حد متقبلني خالص. وفضلت تعيط وافتكرت باباها، وحشني قوي، نفسي اروح له بجد. شوف بنتك يا بابا ايه اللي حصل لها. حتى معتز كان متجوزني عشان خاطر شكلي، وبعد ما حصل ما قدرش يكمل معايا، فكفايه بقى كفايه. ادم بدموع حاول ان هو يهديها. قمر بقولك ايه، كده هتتعبي، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت كمان انا بكرهك زيهم بالظبط. انت اتجوزتني وبتذلني ليه؟ هو انا عامله مصيبه؟ ده انا كاني يوم الفرح بتاعي عامله كان نفسي افرح زي البنات، كان نفسي كمان يكون ليا اصحابي يقفوا جنبي، ما حاسش باللي انا فيه ده. جبت المأذون وكتبت كتاب، ومن ساعتها وانا حاسه ان انا عايشه في سجن. حتى تاني يوم لما انا عملت لك الفطار وعرضت عليك ان احنا نكون اصحاب، بس انت عرفت وقلت ايه القرف ده، واهنتني اهانه كبيره جدا، وفضلت تقول كلام ما انتش حاسس ممكن يأثر جوايا بايه. انا اسف، حقك عليا، قومي معايا، انا هعملك كل اللي انت عاوزاه. قمر بوجع وعياط، ابعد عني. انت ايه بني ادم ما بتفهمش؟ انا عاوزه كل لوحدي، امشي. اغمى عليها، كان بيحاول ان هو يفوقها لكن هي ما فاقتش خالص. شالها بسرعه وطلع بيها على المستشفى. قابل الدكتور ودخل بيها على اوضه الكشف وقعد بره مستني. بعد شويه الدكتور خرج. ادم، حضرتك، اللي حصل بالظبط يا دكتور؟
انت جوزها صح؟ ايوه، طمني عليها، هي مالها وايه اللي حصل لها؟ بصراحة عندها انهيار عصبي وعمالة تقطع في جسمها. طب يا دكتور، هتفضل لحد كده امتى؟ هي محتاجة شوية كده تبعد عن الضغوطات خالص عشان ما تدخلش في غيبوبة إرادية، لأنها ممكن تهرب من الواقع وتعيش في خيالها ومتبقاش عايزة أي حد حواليها. حاضر، تمام، بعد إذنك. تمام يا دكتور. دخل عندها لقاها زي الملايكة، زي الملايكة بالظبط، بس ظهر على ملامحها علامات الخوف. آدم لنفسه، أنا إزاي ما خدتش بالي من الملامح الجميلة دي؟ إزاي بس؟ إزاي قدرت إن أنا أقسى عليها وهي برضه قدرت تتحمل كل ده؟ إزاي؟ يا ترى هتقدري تسامحيني؟ هتقدري تسامحيني؟ حقك عليا يا قمر، أنا كنت بقسى عليكي عشان كنت خايف تسيبيني زيهم. الكل كان بيسيبني فكنت بحاول أقلل منك. أنا آسف، آسف بجد. بعد شوية قمر بتبدأ إن هي تفوق، شافته قاعد جنبها، فضلت تعيط تاني. أنا هنا ليه؟ ابعد عني، مش عاوز أشوف حد ولا عاوز أشوفك، مش عاوز أشوف حد لو سمحت. آدم بكل هدوء، قمر، قمر ممكن تهدي وتسمعيني؟ يا أخي بقى، هو أنت إيه؟ ما عندكش ذرة رحمة؟ قلبك حجر؟ أنت إيه؟ ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ لولا وضعك اللي انت فيه ده كنت علمتك ازاي تردي بأدب. خلصت؟ برافو برافو، اطلع بره. آدم بصلها بكل استغراب. قمر بجمود، بره، بره من هنا. أنا علاقتي بيك طالبة والدكتور بتاعها، مش أكتر من كده، وفي حدود الجامعة كمان، لكن بره الجامعة انت في حالك وأنا في حالي. تمام يا قمر، تمام قوي. خرج وسابها ودموعها نازلة بحزن. قمر لنفسها، جاي عايز مني ايه تاني؟ ما بقتش ابدا قادره استحمل اي حد. خلصت الطاقه بتاعتي لحد كده وكفايه، مستحيل ابقى ضعيفه من النهارده. خرجت من المستشفى وروحت البيت، وهي طالعه لقيته قاعد على اللابتوب بتاعه. اتعمدت ان هي تتجاهله تماما. لبست البيجامه بتاعتها وفردت شعرها، كانت مكسوفه بس قالت لنفسها بس لازم اعيش حياتي، انا في بيتي ومن حقي اعيش زي ما انا عايزه. طلعت قعدت على السرير ومسكت التليفون وهو خد باله، فضل متنح شوية، بعدها فاق. آدم بارتباك، قمر ممكن نتكلم شوية؟ نعم. قعد جنبها وقرب منها. أنا آسف يا قمر. على إيه يا دكتور؟ على معاملتي ليكي يعني الفترة الأخيرة. طب والله فيك الخير. بقولك يا دكتور، الدكتور آدم نفسه جاي بيعتذر ليا أنا. بصيت له بكره وبعدين كملت، بس أنا بقى مش قابلة الاعتذار. خليكي فاكرة ان انا اللي بدأت وجيت اعتذر ليكي وانت اللي ما قبلتيش. عارفة، وانت عارف يا دكتور، انت عارف المشكلة بتاعتك ايه؟ انا هقولك بقى المشكلة ايه. مشكلتك ان انت واحد مغرور. الدكتور آدم يتجوز واحدة مشوهة وكمان كانت متجوزة قبله؟ ده كده يبقى جنان رسمي. مش كده الناس هتشوفك ازاي وانت قاعد جنبي ولا حاجة؟ علشان كده انا عمري في حياتي ما هسامحك، لا، وهعمل حاجات المرة دي مش هتعجبك كمان. انت جاي تعتذر يمكن ضميرك صحي، بس قدام ماما وبابا والناس كلها تقدر تعتذرني لما كنت بتعاملني بقسوة؟ انت فعلا ما تستاهلنيش. انا استاهل حد يقدرني ويشيلني فوق راسه ويعتبرني ملكة كده، مش عبدة عنده. آدم بصدمة، عندك حق، رأيك صح. انا اسف، انا اللي ظهرت كده من الاول. كل اللي انا عملته معاكي يثبت كل الكلام اللي انت قلتيه. بقولك ايه، نام انت النهارده على السرير، وانا عشان خاطر ان انت تعبانه هنام على الكنبه. سابها وخرج. آدم لنفسه، فعلا انا ما فرقش معايا اي كلمه من الكلام اللي هي قالته قد ما فرقت كلمه ان انت ما تستهنيش. وجعتني قوي. انا علاقتي بيكي زمان كانت علاقه كويسه، بس بعد اللي حصل انا مش عارف انا اتغيرت ليه، وانت كمان بقيتي انطوائيه، ما بقيتيش تتكلمي زي الاول. انا والله عمري ما نفرت منك ولا زي ما انتي متخيله. انا كنت بأثر لك الكلام ده عشان خايف تسيبيني زي ما هم سابوني، وكمان جوازنا جاي بسرعه ومفاجاه ليا. بس انا كنت كل ما اذيكي كان قلبي بيوجعني من جوه. انتي فعلا تستاهلي واحد احسن مني 100 مره. رجع الاوضه لقاها نايمه واثار دمعتها على خدها. لسه هيلف شاف النوت بوك بتاعها، لفتت نظره جدا. ما كانش حابب ان هو يفتحها، بس الفضول كان عاوز يعرف هي كاتبه فيها ايه. وفي الاخر فتحها، لقى اخر صفحه كانت كاتبه فيها النهارده انا عرضت على آدم لبس النقاب، واول ما قلت له فرح قوي زي ما يكون مصدق
للدرجات دي مش طايقني، مش طايق وجودي، ولا عاوز يشوف نظرات الناس ليا. آدم بالنسبة لي كان حاجة تانية خالص، لأنه هو عزيز عليا وبحترمه، بحترمه من زمان. لما كنا صحاب كان بيعتبرني مميزة، عمره في حياته ما زعلني ولا هني. بس دلوقتي بقت كل حاجة سهلة بالنسبة له. هو علشان كده منعت نفسي إن أنا أحبه، عشان مش من حقي. هو يستاهل واحدة سليمة تحبه وبيحبها. أنا ماليش في الحب ولا ليا حتى في الجواز. طلبت منه نكون أصحاب لكن هو رفض. في كل مرة حد بيأذيني، أي شخص بيجي عليا، أول واحد هو بيجي في بالي، أجري وأحضنه وأقول له أنت الأمان بتاعي في الدنيا. بس للأسف ده مجرد حلم بالنسبة لي، وعمره في حياته ما هيتحقق. خلص قرايته وعينيه اتملت بالدموع، ما قدرش يكمل. قفل النوت بوك وحطها جنبها، وحس ان هو ساعتها مخنوق. ازاي يعمل فيها كده وهي بتحبه؟ تاني يوم صحت قمر، حست ان في حاجه تقيله على جسمها. بفتح عينيها لقيت ادم قاعد جنبها. انت يا اخ انت، سيبيني انام بقى. اوه اتخنت بعيد. انت قاعد جنبي ليه؟ انت مش انت اللي قايل لي نامي هنا وانت هتنام على الكنبه؟ بصراحه انا مرتاح كده. انتي مالك؟ ادم لو سمحت، ما ينفعش اللي انت بتعمله ده. حاضر يا قمر. سابته وجريت ودخلت على الحمام وهي مبتسمه زي الهبل بالظبط. خرجت لقيته قاعد وبصص لها. في حاجه بتبصلي كده ليه؟ ادم حاطط ايديه على شعره وساكت. قمر باستغراب في ايه مالك؟ قمر بصراحه انا جعان. طب ما تروح وتاكل، ممكن تعملي لي اكل. ايه؟ انا انا هعملك ازاي يعني؟ انتي، هو انت مش فاكر يوم جوازنا لما عملت لك الفطار وقلت لي ان انت بتتقرف مني وكسرت بخاطري؟ انا اسف، اسف بجد، اديني فرصة تانية. ياه، في حاجات كتير قوي ما ينفعش ندي فيها فرصة تانية. خلاص مش هقدر اصدقك. انت عارف لو انا شفت في عينيك نظرة الندم يمكن كنت صدقتك، لكن شايفة نظرة الشفقة، النظرة اللي انا بحاول طول الوقت ان انا اتجنبها من كل الناس اللي حواليا، حتى ماما. خرجت وسابته. سمعت الباب بيخبط. ادم راح عشان خاطر يفتح. معتز بخبز. هي فين قمر؟ جاي ليه؟ عايز يا معتز؟ انت مالك؟ هو ايه اللي مالي؟ انا جوزها. لا يا حبيبي، انا عارف اللي فيها. فضل ينادي قمر قمر وحشتيني، انا رجعت لك يا حبيبتي. بتخرج قمر بصدمة. انت؟ معتز فرحة. قمر وحشتيني. انا عارف، انا عارف ان انا غلطت وعرفت قيمتك، فعشان كده انا عارف ان ادم ما بيعملكيش كويس، وعرفت عنك كل حاجة. ارجعي لي، ارجعي لي تاني. ادم مسكه بغضب. انت مجنون يا بني ادم يا متخلف انت. انت عاوز مراتي يا ابني؟ ادم بعد اذنك خلاص. ايه؟ انت عاوز ايه؟ هو ايه اللي خلاص يا قمر؟ احب اسمع بس. هو جاي لي. اصبر شويه يا ادم. معتز بفرحه. جاي عشانك، عشان عارف ان انت بتحبيني، وهطلق اسهام وهرجعك تاني. انا بجد مش عارف اعيش من غيرك. كف نزل على وشه. اطلع بره. ادم ساعتها ضحك. معتز بصدمه. انت بتطرديني انا؟ طبعا بطردك. انت واحد مختل عقليا تقريبا كده، ما عندكش اي ملامح من الرجوله. ناقص عقل ورجوله. في حد يعمل كده في مرات واحد؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ انا مش عاوز اشوف وشك تاني. ولعلمك انا متجوزه سيد الرجال كلها، وياك تفكر تقرب مني تاني، فاهم؟ ادم ساعتها كان بيبص لها بكل ذهول. مسك ايد معتز. ايه رايك بقى؟ تعالى تعالى لي بقى. لكن بغضب وطرده وقفل الباب، وكان بيبص لقمر بابتسامه. قمر بصت له بجمود. بعد مرور تقريبا يومين، قمر ما كانتش بتروح الجامعة. بالليل آدم بهدوء. هتفضلي كده ما تروحيش الجامعة كتير ولا ايه؟ ده اصلا ما يخصكش في حاجة. قمر اتكلمي عادل لو سمحتي. عايز مني ايه يا دكتور آدم؟ تسامحيني. ليه؟ حابب ان احنا نبدأ صفحة جديدة، والله العظيم ندمان. بص بقى. نعم ابص؟ بص عليا كويس. انت شايفني يا آدم ومش شايف غيرك، صدقيني. انت كداب. بتعمل كل ده ليه؟ انا بكرهك. اهدي. انا اسف، انا بقولك اسف. اياك تتجرأ في يوم من الايام ان انت تقرب مني. طب خلاص خلاص، انا مش هعمل اي حاجه تضايقك من النهارده. انا مش هنام في الاوضه دي، الاوضه دي بتخنقني. لا يا قمر خليكي، انا اللي همشي وهسيبك. هنام بره. اول ما خرجت اتفتحت في العياط. قمر بحزن. يمكن بحبه، مش عارفه،
بعد كل اللي عمله فيا قلبي المغفل ده مسامحه، بس انا بكابر عشان خاطر اذاني كتير قوي، ومش مستعدة ابدا للاذى تاني. تاني يوم قمر جهزت نفسها عشان خاطر تروح الجامعة، وكان اول يوم ليها ما لبستش النقاب، ما بقتش محتاجاله. ادم دخل وهي دخلت وراه، كانت متعمدة ان هي تعمل كده علشان تبين له وتبين لكل الطلبة ان هي خلاص ما بقتش ضعيفة زي الاول. قمر بكل هدوء: دكتور ادم، ممكن المايك لو سمحت؟ بصلها باستغراب. الحقيقة مش هو الواحد اللي بصلها باستغراب، الكل بصلها. اتفضلي. خدت المايك وهي عمالة بتفرك في ايديها، بس اتشجعت وبدأت ان هي تتكلم. قمر بثقة: طبعا كلكم عارفيني، انا قمر المشوهة، ده لقب ما بينكم مش كده؟ اعرفوني بقى من جديد، انا قمر زميلتكم، انا هنا في الفرقة التالتة، معظمكم كانوا اصحابي واخواتي، بس بعد اللي حصل لي من شهر كده الكل بعد عني. الحادثة يمكن بسيطة وانا بتعالج منها، الا انكم في ثواني بعدتوا عني، بالرغم ان احنا زمايل ودفعة واحدة، والكل طلع عليا لقب قمر المشوهة. جرحتوني كتير جدا بنظراتكم وبكلامكم. انتوا متخيلين لما تتنمروا عليا تبقى كده يعني شخصيتكم عالية؟ لا بجد، دي اسمها قلة ذوق ونقص تربية. فياريت لو عندكم كلمة حلوة تقولوها، لو ما عندكوش ياريت ما تتكلموش خالص، لان من هنا ورايح اللي هيقول لي كلمة انا هقول له 10 ومش هسكت لأي حد. فخلينا بقى لطاف كده مع بعض عشان نعدي السنة دي على خير. على فكرة انا ما اقصدش حد بعينه، مش معنى ان انا سكت يبقى ضعيفة، فالرد على السفهاء يعتبر غلط. من حقي ان انا ادافع عن نفسي دلوقتي. فرغت كل اللي في قلبها، حست ان هي مرتاحة والحمل اللي جواها اتشال. خرجت لقيت واحد زميلها كان واقف: آنسة قمر، ممكن لو سمحتي هاخد بس من وقتك دقيقة واحدة؟ اتفضل. شكرا ليكي، كنت حابب اعتذر لك بالنيابة عن صحابنا كلهم، هما متهورين شوية، ويشهد الله عليا ان انا عمري في حياتي ما قلت كلمة وحشة في حقك. قمر ابتسمت: لا عادي، حصل خير، اتمنى بس ان انتوا تكونوا فاهميني وتفهموا كمان ان الكلمة ممكن تودي واحد ان هو ينتحر بسبب كلمة واحدة. بيموتوا نفسهم بسبب التنمر. بس ده الكلام اللي انا كنت اقصده. بعد اذنك. الشاب بابتسامة: اتفضلي. لسه ادم خارج شافها وهي واقفة مع الشاب ده، وفضل يقول: ازاي تقف مع واحد ازاي وهي متجوزة؟ طيب ماشي ماشي يا قمر، استني بس عليا. استني عندك، في حاجة ولا ايه يا دكتور؟ ازاي تقفي مع زميلك في الكلية كده عادي؟ واحدة متجوزة زيك المفروض تلم نفسها. والله ده شيء يخصني، ما يخصكش ابدا. شكلك اتجننتي. انت ايه، نسيتي ان انا جوزك ولا ايه؟ جوزي في البيت هنا؟ ما اعتقدش. انت نسيت الكلام اللي انت قلته لي زمان، ان انت مش عايز اي حد يعرف بالعلاقة بتاعتنا دي، والناس كلها ما تعرفش ان انا مراتك. ده معناه ان انت بتستعر مني، مش كده ولا ايه؟ ادم جز ساعات على اسنانه: قمر، بقولك ايه، الزامي حدودك. حدودي انا عارفاها كويس قوي يا دكتور، عن اذنك. مسكها من ايديها بغيرة: اياكي يكون بكلمك تاني وتمشي. انت نسيتي ان انا جوزك والكل عارف. عارف ازاي؟ عارف. انا رحت وقلت لهم في وسط المحاضرة، قلت لهم ان انت مراتي. وليه قلت يا دكتور؟ انت مش كنت مستعر مني ومش عاوز اي حد يعرف؟ مستعر منك ازاي يعني؟ ادم ارجوك سيبني، انا محتاجة اكون مع نفسي، محتاجة كده وقت يعني افكر فيه. يعني ايه مش فاهم؟ يعني طلقني يا اخلعك. ايه، انت اتجننتي ولا ايه؟ لا ما اتجننتش، وده اللي هنفذه. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط في الاجزاء اللي جايه؟ قمر فعلا هتتطلق من ادم ولا ايه اللي هيحصل؟ لو تعرفوا كده التوقعات الحلوه اللي انا دايما متعود عليها، اكتبها لي في التعليقات، ويا ريت كمان تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام. انت اتجننتي بقى؟ انت عاوزه تخلعيني انا؟ يا ادم هخلعك انت. انا اصلا مش عاوز افضل معاك تاني. سابته ومشيت وهو كان واقف مصدوم. بعد شويه قمر كانت طالعه بيتها، لقيت حنان ومعاها واحده تانية. قمر جالتها وجايه تمشي. حنان بكل برود: استني، انا جايه ليكي على فكره. نعم يا حنان، خير؟ شايفه البنت اللي معايا دي؟ انا قررت بقى اجوزها لاخويا عليكي، بدل ما هو شايف خلقتك دي.
قمر بغضب: ومين قالك بقى اني هسمحلك بكده؟ مش مهم تسمحي او حتى ما تسمحيش. انت مش شايفه البنت حلوه ازاي؟ البنت جت ناحيتها بكل دلع. هو ازاي اصلا الدكتور ادم يعني يتجوزك؟ ايه ده؟ هو ما بيشوفش ولا ايه؟ انا اسفه جدا يا حنان، بس بجد غريبه دي. قمر بكل برود: محدش طلب رايك على فكره. انت مين عشان يعني تقولي لي اذا كنت حلوه ولا وحشه؟ يبقى كده هتتعبي اعصابك على الفاضي. يا بنت الناس، فوقي لنفسك. اقولك على حاجه، انا هخلي ادم ما يطلقكيش، بس تبقي خدامه كده. ما تخافيش، مش هيطلقك. اصل البنت اللي تطلق اكتر من مرتين يبقى خلاص انتهت. قمر بكل هدوء: انتي واحده مش محترمه اصلا، بس انا بنت اصول، مش هرد عليكي، وعقلي اللي زيي انضف 100 مره من اللي زيك. حنان بغضب: احترمي نفسك يا قلة الادب. لسه كانت هترد، سمعت صوت جاي من وراها. محدش قليل الادب غيرك انت يا حنان. بتبص ناحيه الصوت لقيت ادم. ادم طلع بكل برود وحط ايده في وسط قمر: انا مستحيل اتجوز واحده تانية غير قمر. انا بحبها ودي مراتي وانا فخور بيها، ومش ناقصها اي حاجه، وبصراحه كده هي مكفياني. هتجوز عليها ليه؟ حنان بتوتر: ادم، عيالك يعني؟ انت ازاي بتقول الكلام ده؟ طب يا ريت حتى عيالي يطلعوا زيها، هي اصلا جميله. هو انا طول؟ والاخر مره يا حنين بقولك خليكي في حالك، ولما يجي بابا انا بقى هقوله يتصرف معاكي. حنان بصت له بكل غل ومشيت هي والبنت. ادم بص القمر بكل كسره: قمر، انا مش هطلقك. قمر صدقيني، انا ما اقدرش ابعد عنك، انا اسف. طلع وهي ابتسمت بكل فرحه. طلعت قمر وراه وشويه وجه ابوه. دخل وقعد ونادى عليها. قمر بابتسامه: ازيك يا عمي، اخبارك ايه؟ طمني عليك. الحمد لله يا بنتي، انتي اللي عامله ايه؟ انا جيت عشان خاطر اطمن عليكي. والله كل حاجه تمام. وحضرتك عامل ايه؟ كل حاجه يا بنتي تمام، بس انا اقصد العلاقه اللي ما بينك وما بين ادم. هو عامل معاكي ايه؟ مزعلك في اي حاجه؟ قمر بصت بتوتر ناحيه ادم: لا لا لا، هو حلو جدا، هو كويس، كل حاجه بخير. حماها ابتسم: طيب يا بنتي روحي انتي ارتاحي، اكيد راجعه تعبانه جدا. والله يا عمي، عن اذنك. استني يا قمر، انا كنت عاوز اسالك بس على حاجه. نعم يا عمي. انا عارف يا بنتي ان حنان ضايقتك وخلاص انا اتصرفت معاها، بس يعني انتي عاوزه ادم ولا لا؟ قمر بكل هدوء: معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ عاوزاه ولا لا؟ اسأله هو اللي هيقولك على كل حاجة، وأول ما يقولك على اللي هو عمل معايا حضرتك اللي هتحكم. دخلت أوضتها بكل حزن. آدم بكل هدوء: أنا هحكي لك يا بابا على كل حاجة. أيوة يا ابني، يا ريت. أنا عاوز أعرف الأمانة اللي أنا اديتها لك حافظت عليها ولا لأ؟ آدم حكى لباباه على كل حاجة. باباه وقف: ده هي دي اللي وصيتك عليها تعمل فيها كده؟ انت ترضاها على اي حد تعرفه؟ اختك، مامتك، ترضى حد يعمل فيها كده؟ دي بشر زينا. وانت عارف اللي حصل لها ده من غصب عنه، وهي كانت جميلة قبل كده. كنت غبي يا بابا، غبي وستين غبي كمان. هي ذنبها ايه؟ الكل يدوس عليها بالشكل ده؟ وفعلا حقها ان هي تطلب الطلاق، لانك فعلا ما تستاهلهاش يا دكتور، يا بتاع الجامعة، يا فخر الطلاب. ادم ساعتها سكت: هسيبك دلوقتي وهرجع لك بعد شهر بالظبط. لو مراتك طلبت الطلاق انا اللي هقف جنبها، لانك فعلا ما تستاهلهاش. مع السلامة. قعد على الكنبة بكل حزن وهو بيقول لنفسه: انا حاسس بجد ان انا حبيتها، عايزها طول الوقت جنبي. مخنوق ومتضايق عشان بتشوفني بالطريقة دي، بس هي فعلا ليها حق. هي شافت مني ايه حلو؟ وبعدين انا لازم اعرف الواد اللي كانت واقفة معاه ده عاوز منها ايه بالظبط. قام ودخل ليها، كان عاوز يتكلم معاها. سمعها بتكلم مامتها ووقف عشان خاطر يسمع. ايوه يا ماما، انا الحمد لله بخير. الحمد لله يا حبيبتي، انا هقعد كمان يومين كده عند خالك. ايه؟ هتقعدي يومين؟ خالك تعبان قوي، الف سلامة عليه. طيب يا ماما، خلي بالك على نفسك. طيب يا حبيبتي، وانتي بقى طمنيني، ادم عامل معاكي ايه؟ قمر بابتسامة: ادم كويس وبخير يا ماما. طيب يا حبيبتي، وانتي يعني مرتاحة معاه؟ انا مبسوطه قوي، ما تقلقيش، هو بيحبني وانا كمان بحبه، وعمره في حياتي ما زعلني ابدا. الحمد لله يا حبيبتي، حافظي على بيتك وجوزك. قفلت معاها وبدات ان هي تعيط. قمر بعيط: اه يا ماما، اه لو قلت لك الحقيقه.
اقولك ايه ولا ايه؟ بنتك في امس الحاجه ليكي، بس مش قادره تقولي اللي في قلبها. واخده على خاطرها من الدنيا كلها. انا ضعيفه ومش لاقي اي حد يقويني، حتى ادم اتخلى عني. ادم ابتسم، بس ادم عمره في حياته ما هيتخلى عن قمره. ايه ده؟ انت هنا من امتى؟ من وقت ما قلتي بيحبني وبحبه. قمر بتوتر. لا لا، انت اكيد فهمت غلط. وبعدين انا بقول الكلام ده عشان خاطر ما تقلقش ماما عليا. ادم ساعتها همس. كنت بتمنى ان هي دي تكون الحقيقه، صدقيني يا قمر. انت بتقول حاجه؟ ها؟ لا مفيش. طيب. ادم بهدوء جه وقعد جنبها. دلوقتي احنا في بيتنا ولوحدنا وفي الاوضه بتاعتنا. ممكن اعرف بقى انت كنت واقفه مع مين وكان عاوز منك ايه بالظبط؟ ده زميلي في القسم. ادم بغيره وغضب. من امتى وانت اصلا عندك زمايل في القسم ده؟ انت عاوز تتخانق وخلاص؟ بقولك ايه، انا تعبانه جدا وعاوزه انام. لسه هتمشي؟ مسكها من دراعها جامد جدا. ادم بعصبيه. خدي هنا، لما اكون بتكلم معاكي ما تروحيش في اي مكان غير لما اخلص كلام. اه. ادم ايدي بتوجعني، حرام عليك. ادم بقلق. انا اسف يا حبيبتي. قمر لنفسها. هو هو قال كلمه حبيبتي؟ معقوله يكون بيحبني فعلا؟ لا لا، اكيد قالها تلقائيا كده عادي، ما احنا بنقول الكلمه دي لاي حد. قمر انت سرحانه في ايه؟ انت كويسه؟ ايوه انا عايزه انام. لا عادي، مفيش حاجه بتوجعني. طيب خلاص، على فكره من بكره هاجي معاكي عند الدكتور. ليه؟ انا حابه اكون لوحدي. انا مش عاوزه اي حد يكون معايا. بس انا مش اي حد. بقولك ايه قمر، انا جوزك. اه. ايه اللي قاضي؟ بقولك انا جاي معاكي عند الدكتور. طيب ماشي. فضل يبص لها جامد جدا، نظرات كلها حب. بقولك ايه، ما تبصليش كده، نظراتك دي بتقتلني. ابعد عني بقى وسيبني اعيش في حياتي. بقولك ايه، انا واحده ما ينفعش اصلا لا تتجوز ولا تحب ولا تتحب. انت شايفني عامله ازاي؟ لما بقى اتعالج ممكن افكر في الموضوع ده. ادم بكل هدوء مسك ايديها. صدقيني انا اتغيرت يا قمر، وبقيت ادم تاني خالص. انت غيرتيني. انت كداب يا ادم، وهتفضل طول عمرك كده. قلبي يوم ما يحبك انت هتدوس عليه، وقلبي ده اللي عاوز يسامحك هتكسره. اعتبرني احسن مش موجودة، واللي حصل مش هيتكرر تاني معايا. حتى لو انا مراتك مش هديك الاذن ان انت تجرحني في يوم من الايام. ادم بصدمة. للدرجة دي انا وحش في نظرك؟ للدرجة دي حتى مش طايقاني ان انا اكون جنبك طول الوقت؟ قمر ما ردتش. ادم بهدوء عكس اللي جواه. تمام، انا هبعد خالص، مش هقرب منك، بس هفضل طول الوقت حواليكي، شايفك من بعيد. وقت ما تعوزيني او تحتاجيني هكون جنبك. مشي وقفل الباب وراه وخد معاه قلبه، بس للاسف خده وهو مكسور. قمر بعيط. ادم، ما كنتش اقصد ابدا، انا عاوزاك جنبي فعلا، تدعمني في كل وقت. بس انا خايفه من كل الناس، خايفه منك اول واحد، ان انا اديك الامان وبعد كده تتخلى عني. ولما انا دلوقتي طلبت منك انك تمشي، مشيت بكل سهوله. مسكت النوت بوك وكتبت فيه: اوقات كتير قوي بنطلب من اعز الناس ان هم يمشوا، بس من ورا قلبنا الحقيقه بنبقى عاوزين ان هم يتمسكوا بينا اكتر واكتر. الناس دي احنا ميزناها عشان يفضلوا جنبنا حتى لو احنا ما طلبناش. بعد اسبوع ادم كان بيتجنب قمر خالص ورافض ان هو يتكلم معاها. مامتها رجعت من البلد ولاحظت العلاقة المتوترة ما بينهم هما الاتنين، وده شيء كان مزعلها. النهاردة أول يوم هتبدأ فيه الجلسات الطبيعية عشان خاطر تعالج الحروق. قمر راحت لآدم عشان خاطر تطلب منه إن هو يجي معاها. خرجت بتوتر. آدم، نعم. هو ممكن يعني؟ قولي يا قمر، عاوزة إيه؟ ممكن تيجي معايا النهاردة للدكتور؟ آدم لنفسه: أنا منكرش أبدا إن الكلمة دي فرحتني وقلبي كان بيرقص من جوه. كنت مبسوط قوي إن هي خدت الخطوة دي معايا. حاولت أرسم على وشي اللامبالاة. قمر بزعل: يعني سكت يعني؟ هتروحي الساعة كام؟ دلوقتي؟ طب يلا جهازي عشان خاطر أنا مستنيكي تحت. قمر بفرحة: حاضر. قمر في نفسها: الحقيقة أنا مبسوطة قوي عشان خاطر آدم وافق إن هو يجي معايا، بس خايفة قوي من كلام الدكتور. يا ترى هفضل كده طول الوقت وآدم ساعتها هيسيبني ولا ايه بالظبط؟ بعد شوية راحوا للدكتور واتكلموا معاه.
والدكتور صدمها أول ما قال إن الجروح هتفضل معاها سنة أو سنتين حسب يعني. جريت ونزلت تحت. آدم لحقني وحط إيده على وشي جامد جدا وفضل يكلمني وهو باصص لعينيا. ده نصيبك يا قمر، ده ابتلاء من ربنا، عشان كده بيختبر صبرك، بيشوف مدى قدرتك على التحمل. بقولك ايه، دي فترة على فكرة، فترة صغيرة، يعني ايه سنة او سنتين او 3 أو 10، بس هتتعالجي وهترجعي تاني، صدقيني. انا شايف الجروح عاملة ازاي، فلازم تصبري وانا جنبك ومش هتخلى عنك ابدا، صدقيني. بعدت ايدي عنها. بس انا مش هتعالج، صدقني مش هقدر استحمل سنة ولا سنتين ولا 10 زي ما انت بتقول. لو انت هتستحمل يا سيدي انا مش هستحمل. وبعدين انت لسه بتقول شايفة منظر الجروح بتاعتك عاملة ازاي، يعني كل يوم هتشوفني بالمنظر ده برضو؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت في دماغك حاجة؟ انت هتفضلي كده سنة او سنتين وهترجعي زي الاول واحسن كمان، فاصبري. انا عاوز اسألك سؤال، انت بتعمل كل ده ليه؟ عشان بحبك، صدقيني بحبك انت ومش بحب اي حد تاني غيرك. بس انت واحدة جبانة، ومهما تحاولي تبيني ان انت قوية، انت من جواك ضعيفة جدا. انا لاحظت ان انت بدأت تحبي نظرات الناس ليكي وبتشوفيهم بيشفقوا عليكي. عاوزة تكوني الضحية يا قمر، ليه كده؟ عاوزة تكوني الضحية ليه يعني؟ انا مش فاهم. ارجعي قمر بتاعت زمان، الجمال والخفة. قلتلك مالكش دعوة بيا، سيبني بقى يا اخي، تعاوز مني ايه؟ وهي بتقوله الكلام ده زقته، وقع والعربية خبطته. الناس كلها جريت عليه وهو كان مرمي على الارض سايح في دمه، وانا كنت واقفة مش مستوعبة اللي بيحصل بالظبط. ايه اللي انا عملته ده؟ بنت جات وهزتني وفضلت تقولي اني تعرفي الراجل ده، تعرفيه؟ صرخت بعلو صوتي وطلعت. قوم يا ادم، قوم عشان خاطري. لكن ادم ما كانش بيقوم. قمر بصراخ، ادم فوق، ادم عشان خاطري، انا اسفه، انا بحبك، والله بحبك يا ادم. مفيش دقايق والاسعاف جات وخدته على المستشفى ودخلوه اوضه العمليات، وانا كنت قاعده بخوف ومستنيه. اتصلت بعمي وماما عشان خاطر يجوا بسرعه، واول ما جم اترميت في حضن ماما. قمر بياض، ادم يا ماما، ادم هيروح مني وانا السبب. مامتها بدموع، اهدي يا بنتي، ان شاء الله خير، يا رب يجيب العواقب سليمه. حماها بقلق، اهدي بس وفهميني ايه اللي حصل. هو انا كان كنا. يا بنتي اهدي وجمعي، انتي بتقولي ايه؟ ما قدرتش ان هي تتكلم، حست ان قلبها هيقف واغمى عليها. سمعت صوت صراخ مامتها وحست بعمها وهم عمالين يحركوها. بعد شوية فضلوا يفوقوا فيها فين وفين، لما بدأت ان هي تفوق تقريبا قعدت ساعتين لحد ما رجعت لحالتها الطبيعية، بس ما كانتش قادرة ان هي تبطل عياط. بعد شوية الدكتور خرج. قمر بدموع، طمني يا دكتور، ادم عامل ايه دلوقتي؟ هو بخير صح؟ ايوه الحمد لله هو بخير، وعدت المرحلة الاخيرة، كمان شوية هيتنقل في اوضة تانية. قمر برجاء، طب ممكن اشوفه ارجوك يا دكتور؟ اسف مش هينفع. نقلوه اوضه تانية وقالوا لو عاوزين ان احنا ندخل نزوره ممكن ندخل. ماما وعمه طلبوا مني ان انا ادخل الاول اطمن عليه، فدخلت. اما بقى عند ادم بيفتح عينيه وهو بيفتكر كل اللي حصل. لمح حد داخل الاوضه وكانت قمر، فقرر ان هو يغمض عينيه تاني كانه لسه مغمى عليه، كان عاوز يشوف رد فعلها. قمر بدموع، ازيك يا ادم، وحشتني قوي، يلا فوق بقى عشان نرخم على بعض زي ما كنا بنعمل. انت عارف يا ادم ان انا اصلا سامحتك من زمان، بس كنت بعمل كده عشان متضايقه منك. انت عندك حق، انا ضعيفه وجبانه ويمكن كمان ما استهلكش، بس والله انا بحبك. مش عارفه ازاي وامتى، بس حبيتك. طول الوقت كنت بتجرحني بكلامك بس معرفتش اكرهك، بجد حبيتك بدل ما اكرهك. ازاي دي تيجي؟ انا برضو مش عارفه. صوت شهيقي وعياطي بقى عالي جدا ومش قادرة اتحكم في نفسي. فوق بقى، قوم، انا السبب في كل اللي حصل لك ده. انا مش هقدر اسامح نفسي ابدا لو حصل لك اي حاجة. ادم يا ادم ساعتها مسك ايديها. شش، دموع غالية قوي. قمر، ايه ده؟ انت كويس؟ طب وسع ايدك بقى. ايه؟ لا ابدا مفيش حاجة، انا ديلك الدكتور يطمن عليك. انا كويس ما تقلقيش، انا اسفه على اللي حصل، لو جرالك حاجه صدقني كنت هفضل طول عمري مش هقدر اسامح نفسي ابدا. خفت عليا، خفت عليك جدا.
مش جدا بس، اكتر بكتير. انا كنت هموت اول ما شفتك قدامي وعمال بتنزف، روحي اتسحبت مني. ادم بحنان، بعد الشر عليكي يا حبيبتي. انا اسفه يا ادم، من يوم ما اتجوزتني وانت عمال بتعاني. حط كف ايده على خدي. ما تعتذريش تاني، انا بحبك يا قمر. صدقيني انا بحبك ومبسوط جدا وانا معاكي، وعمري في حياتي ما هتخلى عنك ابدا. وانا كمان، انا هتعالج ان شاء الله علشان اخف، ومش ههتم ابدا بنظرة الناس ليا طول ما انت معايا وبتدعمني. ادم بحنان، وانا دايما جنبك ومش هسيبك ابدا، وهعمل لك فرح الناس كلها تتكلم وتضحك عليه. لازم الناس كلها تعرف ان انتي مراتي بجد يا ادم. هتعملي فرح والبس فستان وهتعرف كل الناس كمان. ايوه يا حبيبتي، قمر لاول مره تكون سعيده من الكلام اللي هو بيقوله لها في مكان اخر. حنان بشر تعمل اللي انا قلت لك عليه، مفهوم ولا لا؟ حاضر مفهوم يا هانم، بس الفلوس هاخدها دلوقتي النص، وبعد ما اخلص يبقى النص. موافقه، بس تخلصني من المشكله دي. اعتبريه حصل. تاني يوم قمر كانت رايحه البيت عشان خاطر تغير هدومها. وتعمل الاكل لادم. نزلت لقيت ست واقفه خبطت الشنطه اللي كانت في ايد قمر، وقعت في الارض. انا اسفه يا بنتي، ما كنتش اقصد. هلم معاكي ولا يهمك يا حاجه، خلاص ما حصلش حاجه. لمت قمر الحاجه، والست اصرت ان هي تساعدها. الست اتصلت على حد. الو، تمام، وحطيت الامانه في الشنطه كمان. جدع يا ام خليل، انتي المهمه بتاعتك كده خلصت خلاص. قفل معاها وشاف قمر وهي نازله من العماره، ابتسم بكل خبث. ركبت قمر التاكسي وكان في لجنه. الضابط بصلها. انزلي. افندم، بقولك انزلي وهات الشنطه اللي معاكي دي. انا ما عملتش حاجه. شد الشنطه منها وفتشها وطلع منها فعلا مخدرات. ايوه فعلا ما عملتيش حاجه يا روح امك. يلا. ما اعرفش حاجه، ومين اللي عمل كده؟ دي مش بتاعتي، خدوها على الاسم. قمر بصراخ. سيبوني، انا مظلومه، انا ما عملتش حاجه. بعد شويه قمر دموع نازله من عينيها وشكلها متبهدل على الاخر. والله ما اعرف اي حاجه، ولا اعرف الكيس ده كان فيه ايه. انا بنت ناس. كلكم بتقولوا كده. خدوها يلا وارموها على الحجز. طب ابوس ايدك اكلم جوزي. تمام كلميه. مسكت التليفون عشان خاطر تكلم ادم. اتصدمت ان هو ما ردش عليها، لكن حنان هي اللي ردت. حنان بالسخريه. ادم بيقولك ان هو كشفك على الحقيقه ومش عاوز يشوف وشك تاني، وهيطلقك قريب قوي. يلا يا حبيبتي سلام. قفلت السكه في وشها. قمر التليفون وقع من ايديها بألم. الضابط بهدوء ثابت عليه. سيبها يا عسكري، سيبها دلوقتي. العسكري سابها ومشي. اتكلمي بقى وقولي، انا هسمعك الاخر، بس لو كدبتي انا صدقيني هسجنك بدل 10 20 ومش هتطلعي من هنا. قمر بحزن قعدت. ادم مستحيل يعمل معايا كده. ايه؟ اخته دلوقتي كلمتني وقالت ان هو هيطلقني. انا في حالي مش بعمل اي حاجه. الضابط ساعتها طلب لها ليمون. احكي لي بقى، ايه اللي جابلك الكيس جوه الشنطه بتاعتك؟ افتكرت في واحده وانا نازله خبطت فيا وقعت الشنطه في الارض. كنت رايحه عشان خاطر اجيب اكل لجوزي عشان هو في المستشفى ومغبوط. لميت الشنطه معاها وحطت كل اللي كان في الارض فيها. اكيد حطت المخدرات معاها. تمام، هحقق انا في الموضوع ده. اقعدي هنا شويه. وسابها وخرج وهي كانت حزينه. ادم مستحيل يعمل كده، اكيد في حاجه غلط. ممكن اطلب بس من حضرتك حاجه؟ ممكن تروح لجوزي وتحكي له على اللي حصل. انا مسجله كل حاجه في التليفون بتاعي. حضرتك لو رحت اكيد هتتاكد ان هو ما قالش الكلام ده، فهنعرف اكيد برضه ان هي حنانية اللي عملت كل ده، اخته. ارجوك يا حضرة الضابط اعتبرني اختك. الضابط بهدوء. تمام، هعمل اللي انت عاوزاه. خرج وسابها. اما بقى عند ادم خلص المكالمه بتاعته. حنان بتوتر. ايه ده، ما بتردش؟ يلا بقى، شكلها مشغول ولا ايه؟ طب حاولي تاني يا حنان. ازاي يعني مشغوله؟ كلميها تاني. ما هو قدامك اهو يا حبيبي، خد التليفون وتاكد بنفسك. خد فعلا التليفون بتاعه ولقاها مكلماها اكتر من مره وهي فعلا مش بترد. ادم بقلق. قمر اتاخرت قوي. ايه ده، مستحيل تتاخر الوقت ده. يو بقى زمانها جايه. ايه يا ابني، ما تقلقش قوي كده، مراتك حبيبه القلب هتيجي دلوقتي. لا انا قلبي مش مستريح ابدا.
هكلمها انا. بدأ ان هما يكلموها لكن هي ما كانتش بترد. بالليل آدم كان بيلبس وراسه ملفوفة وصمم ان هو ينزل عشان خاطر يدور عليها. بيدخل الضابط. حضرتك الأستاذ آدم جوز مدام قمر؟ حنان ساعتها بلعت رقها بخوف والضابط بصلها بكل شك. آدم بخوف: أيوة. في إيه؟ مالها؟ مراتي كويسة؟ أيوة كويسة ما تقلقش. طب هي فين؟ ما بتردش عليا ليه؟ أنا بدور عليها من الصبح. الضابط اتأكد من شكل حنين. انتي حنان مش كده؟ أيوة. تمام. طلع الضابط التليفون بتاع قمر. آدم اتخض أول ما شاف التليفون. أيوة يا حضرة الضابط. التليفون ايه اللي جابه معاك يعني؟ مراتك في الاسم اتصلت عليك وده كان ردها. أول ما سمع التسجيل انصدم من الكلام اللي حنان قالته. حنان كانت واقفة مرعوبة وعمالة بترتعش، ما كانتش متخيلة أبدا إن الضابط هيقف مع قمر. آدم بص لحنان ومسكها من شعرها. إيه اللي أنت عملتيه مع مراتي دي؟ إيه ده؟ انطقي. ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. عملتي، اتكلمي قولي. الضابط بسخرية: عملتي، وحماسة اعترف على كل حاجة. كاميرات المراقبة اللي موجودة في الشوارع ليل ونهار كشفت فعلا ان الست هي اللي حطت المخدرات لقمر واتقبض عليها، واعترفت على حماسة، وحماسة اعترف عليكي. حنان بغل: انا اللي عملت كده وهوديها في 60 داهية كمان، هاتوها. حنان اترعبت واستخبت ورا آدم وفضلت تقول: لا آدم خليك معايا أرجوك. آدم زقها بقرف: طلعوا الشيطانة من هنا عشان خاطر تتحاسب، خدوها. خدوها تحت صراخ. بعد شوية قمر جريت على آدم وحضرته. الضابط ضحك: تقدر تاخدها دلوقتي، متشكر جدا لحضرتك. لا ده واجبنا، مفيش شكر ولا حاجة. أما بقى في العربية قمر بحب: ربنا يخليك ليا يا حبيبي. بس ايديها بكل حنان: ويخليكي ليا يا حبيبتي وترجعي لي احسن من الاول كمان. اوعدك ان انا هتعالج وهكون قمر بتاعت زمان. وبكده انتهت الحلقة بتاعتنا. يا رب تكون عجبكم وخدتوا العبرة منها، ولو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد عجبكم ان شاء الله. يا ريت تكتبوا لي كومنت بانواع الروايات اللي انتوا بتحبوها: رومانسي، واقعي، خيال. كل الحاجات دي كلها احنا بننفذها. يلا سلام، مستنياكم، مع السلامة.